بالمناسبة كنحيي واحد الراجل وطني ومناضل اللي هو عبد الرفيع جواهري، رئيس اتحاد الكتاب المغربي سابقا، اللي هو بين أحمد رامي على حقيقته، بأنها الضابط أحمد رامي اللي في السويد الهارب من العدالة كيتكلم وكيتحرك بثقافة أعداء الوطن والانفصاليين. وكذلك كنتمنى يدير لقاء آخر مع الضابط مصطفى أديب ومع قناة التحدي، لأنهم هادو أعداء الوطن وغيرهم، وهاد أعداء الوطن اختاروا الشر بدلا من الخير. لو ما غاديش تسناوني نحترمكم. السلام الموصول لكل مشاهد ومشاهدة ولكل متابع ومتتبعة داخل المغرب وفي أنحاء بقاع العالم، بروح المواطنة من أجل وطننا الغالي، والتحية والتقدير للجميع، تحية حب واحترام للجميع. خوتي خواتاتي، كاينين شي أشخاص خارج المغرب اللي هو الضابط أحمد رامي والضابط مصطفى أديب وواحد الضابط آخر بلا ما نقول السمية ديالو، وواحد القناة اللي سموها قناة التحدي وغيرهم. هادو كيوظفوهم شي أفراد باش يزعزعوا كيان هذا الوطن الحبيب، ولكن ما يستطيعوش إن شاء الله بإذن الله، لأن المغرب ولله الحمد بلد إسلامي محصن ضد مثل هذه المحاولات الطائشة، وهذا الوطن كان ومازال بلاد شريف كيخدم الفضيلة والأخلاق. خوتي وخواتاتي، هذا البشر اللي هو هذا الضابط أحمد رامي والضابط مصطفى أديب والضابط الآخر بلا ما نقول سميتو وقناة التحدي وغيرهم، الهاربين من العدالة، ما عندهمش واحد الشعور عميق وصادق بالوطنية، وما عندهمش واحد الإحساس باش ينتميوا لهذا الوطن، لأنهم ربوا في قلوبهم العناد والغدر محانيتهم. على كل حال بالنسبة لي أنا كنحسبهم ميتين، ما عندهمش الوجود لهم في الحياة كاع، لأن هاد البشر كينتقموا من الوطن ديالهم وكينتقموا حتى على من أهلهم، كيتبادروا باش يخربوا هاد الوطن من بعيد مورا الحيط. هادشي راه ماشي معقول بتاتا. ولله الحمد أن المغرب بشعبه وملكه محصنين، وهذا الشعب المغربي مسؤول على حماية هذا الوطن من كل دخيل اللي كيحاول يزعزع قيامها الثابتة والراسخة. أحمد رامي والضابط مصطفى أديب والضابط الآخر وقناة التحدي وغيركم من الخونة والانفصاليين كتحركوا بثقافة الآخرين. إيوا اش غنقول لكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. سولوا نفوسكم شكون نتوما، مسقط الرأس ديالكم فين، تربيتوا في أحضان مين، فين منين واحد القطرة ديال الماء اللي شربتوا أول مرة فين، لأول مرة استنشقتوا الهواء ديال هاد البلاد السعيدة ديالكم. صافي نسيتوا كل شيء، وليتوا كتضربوا في الوطن ديالكم، في المقدسات ديالهم، المقدسات ديال الوطن ديالكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. صافي نسيتوا كاع، نسيتوا مسقط الراس ديالكم، نسيتوا فين كليتوا، فين شربتوا، فين تربيتوا، فين كبرتوا، وليتوا دابا كتهضروا على هذا الوطن وعلى المقدسات ديالو كتشتموا فيه وكتقذفوا فيه. عياذ بالله منكم. احمد رامي كذاب، مصطفى اديب كذاب، قناه التحدي كذابه، كلكم كذابه، كتوصلوا شي معلومات اللي ما كايناش كاع. باش نكونوا واقعيين، راكم دخلتوا في واحد الزوبعه وواحد الدوامه بواحد النفسيه متذبذبه ومضطربه، لانكم كتكلموا بلسان اعداء الوطن والانفصاليين. داخلت عليكم بالله الا ما قولوا لي، غير قولوا لي واش هاد بغيت نقول لكم
دخلت عليكم بالله غير قولوا لي، واش الدين ديالنا ضعيف؟ واش الثقافه ديالنا ناقصه؟ والتاريخ ديالنا العريق عوج؟ لا، حاشا والله. علاش؟ لانكم كتاثروا بالثقافه الفارغه والضلالات العمياء ديال اعداء الوطن والانفصاليين. راه الوطنيه التزام، الوطنيه راه صدق، الوطنيه راه عقد بين العبد وربه، وما لا يجوز باش تخون هذا الوطن ديالك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. علاش الصبح عندكم هذا الكم الهائل ديال الحقد والكره العلني في مواقع التواصل الاجتماعي؟ كتبغيو تحبطوا اللي شفتوه ناجح ومتألق، ولله الحمد أن ملكنا محمد السادس عز الله أمره سياسته ناجحة، ومن المملكة المغربية كتقدم شوية بشوية. علاش زعما كتسعاو الأساليب المسيئة والعدوانية؟ واش هادشي من الضروري باش تلجؤوا للقذف والضرب في المقدسات؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. أنا كنحسبكم شخصيتكم ضعيفة، الإيمان عندكم ضعيف، وقلوبكم ملوءة بالحقد والكره اللي خلاتكم أو دفعكم باش تضروا نفوسكم، بحال داك أحمد رامي وداك مصطفى أديب وقناة التحدي. راه مازال تنعاود نقولها، نتوما راه بالنسبة لينا راكم محرومين من الوطن ديالكم. شتيش قال الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه؟ كما كان اي هوى في اي بلاد ما كاينش بحال الهوى نتاع بلادكم. كما كانت الزروقيه ديال السماء ديال اي بلاد ما كاينش بحال الزروقيه ديال السماء نتاع بلادكم. صحيح. شوف الحمد لله الجاليه المغربيه ديالنا كتجي كتشوف بلادها، طبيعتها، جبالها، بالمساحات الخضراء ديالها، بالعيون ديالها، بالودان ديالها، باللاك ديالها، بالبحور ديالها، بالصحراء، بالرمال الذهبيه ديالها. يا جلسوا نتوما بلادات الناس مخبعين، وبقات بلا 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 غير الهضره والشتم والقذف في المقدسات ديال الوطن ديالكم. باش تعرفوا يا خوانات الوطن، راه ماشي الحياه اللي كتفرق ما بين الناس، راه النفاق والخيانه والانانيه وعدم الاحترام. انا نعطيكم غير داك الضابط مصطفى اديب كيضرب في المقدسات ويضرب في الملك، هو داير الله الوطن والملك ولابس الزي عسكري ملكي، وفيه دوك لي سيني فيهم الله الوطن الملك اللي عنده في القبعه، وداك البروفي ديال الميداليين، وهذاك اللي في الجيب، داك لاسين اللي داير في الجيب، راه فيها الله الوطن الملك. يا المنافق، عيب عليك. وصراحه نتوما مرتبطين ببلد اخر اللي هما اعداء الوطن، ومرتبطين بثقافه بوطن اخر، حتى فقدتوا ذاتكم وفقدتوا وجودكم، حتى وليتوا كتحركوا بثقافه اعداء الوطن كما قلت، حتى وليتوا كتنشروا الاخلاق الرديئه في الشارع، ولا سيما احمد رامي ومصطفى اديب. حتى وليتوا اش نقول لك، وليتوا ما كتحترموش حتى الاسره ديالكم والوطن ديالكم. خوتي خواتاتي داخل المغرب وخارج المغرب، الله يخليكم، اياكم تدمروا هذا الوطن باسم الوطنيه، واياكم تخربوا هذا الوطن باسم الوطنيه، وما تسمحوا حتى لشي واحد يهين هذا الوطن هذا. لان الصدق اخوتي وخواتاتي هو اللي ما تغيروش المناصب والمال. وإلا كنتو كتغاروا على هذا الوطن حقيقه فكونوا مخلصا. والسلام عليكم. قناة كاميرات ترحب بكم أينما كنتم وارتحلتم، وتتمنى لكم الصحة الجيدة. تحية.